انفينكس عاملة الموبايل ده مخصوص عشان تقول لموبايلات الفئة المتوسطة هل من منافس؟ ومش بس بتنافس بقوة الموبايل ده ولا بسعره بس، ده كمان الحاجات اللي موجودة في العلبة في حتة تانية. عشان كده النهاردة أنا هوريك إيه اللي هتاخده لو اشتريت الموبايل ده مع فتح العلبة المبشرة بالخير دي. يلا بينا نبدأ الفيديو. عايزك تبقى عارف ان في نسختين، النسخة العادية بالعلبة المعتادة زي العلبة البيضة دي، والتانية الكبيرة اللي بتيجي بكل حاجة، اللي لما نفتحها هنلاقي فيها علبتين، الاولى فيها الاكسسوارات بتاعت اللعب والتانية اللي فيها الموبايل. واول ما نفتح علبة الاكسسوارات دي هنلاقي فيها الجراب اللي بيجي بشكل جميل بتصميم مستقبلي مرتبط بالالعاب القوية. بعد كده معانا سلك الشحن من نوع تايب سي ده عشان المبرد، واخيرا الكولر او المبرد اللي بيركب على ظهر الموبايل عشان الحرارة. نرجع للموبايل اللي بيجي بنسخة 512، ولما نفتح العلبة هنلاقيه بالاستيكر اللي عليه المواصفات، وهنا الورق الخاص بالتعليمات والإرشادات، وكمان جراب تاني جوه العلبة الأصلية شبه شفاف، وهنا راس الشاحن بالشكل المعتاد بقدرة 45 واط مع سلك الشحن طبعا، وأخيرا في العلبة هتلاقي دبوس الشريحة. زي ما انتم شايفين كده الموبايل بشكله الجميل الغير معتاد من انفينكس بتصميم مستقبلي اكتر عشان يناسب الفئة اللي بيستهدفها. وهنا الجراب اللي كان في علبة الاكسسوارات بالاماكن المخصصة زي ما انت شايف كده لزراير اللعب الاضافية، اللي لما نيجي نركب عليه المبرد من هنا هتلاقيه بيلزق عشان يأدي وظيفته بكل سهولة، ومش بيقع بسهولة، ده بالعكس ده ماسك كويس جدا، على عكس بقى الجراب العادي اللي بيجي في علبة الموبايل الأصلية مش هتلاقي منه أي ثبات، وده واضح قدامنا في الفيديو. وده الجراب اللي هتلاقيه في نسخة أي موبايل عادي، زي النسخة مثلا ال 256 دي اللي معانا، اللي لما نفتح العلبة بتاعتها ونشيل الاستيكر من عليها هيقابلك أول حاجة الموبايل بالمواصفات اللي عليه، بعد كده هتلاقي الورق الخاص بالإرشادات والتعليمات اللي محدش فينا بيقراه، وكمان هنا الجراب الشبه شفاف بنفس شكل السابق، وأخيرا في العلبة الشاحن وتحتهم دبوس الشريحة. الموبايل هنا بيجي بلون وتصميم مختلف شوية عن النسخة ال 512 اللي كان معاها كل حاجة، وبفرق تصميم مش كبير، ولكن يبان هنا مين الأحسن. اكتب لي طبعا رأيك في التعليقات، وطبعا في الفيديو اللي جاي هنزل لكم المراجعة الكاملة بتاعته واوريكم تفاصيل الاكسسوارات اللي كانت مع الموبايل بشكل مفصل. ولو لحد دلوقتي ما شفتش الانفينكس نوت 50 برو او الريدمي نوت 14 برو هسيب لك الفيديوهات دي هنا وهنا عشان لحد هنا اكون وصلت لنهاية الفيديو. شكرا على المشاهدة، وشكرا 53 ألف مشترك. مع السلامة.